مساء الخير. من اول امبارح والناس مستنيه الضيف اللي معانا النهارده. انا عايز اعرف في الاول مين هو محفوظ زلط. عبد المنعم أبو الفتوح. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح طبيب ماهر قاده الحماس في شبابه لتحدي رئيس الجمهورية الأسبق محمد أنور السادات. في فرق بين ان واحد ينافق سيادتك وفرق ان حضرتك تقبل النفاق. كلامي واضح جدا. لا يعني ممكن انا انافق سيادتك اسمع اي وممكن حضرتك ترفض النفاق. ده خرج عن حدود الادب. انضم الى جماعه الاخوان المسلمين في ريعان شبابه وانتخب عضوا في مكتب الارشاد للجماعه لاكثر من 20 عاما. وفصلته الجماعه بعد اعلانه نيته للترشح لانتخابات رئاسه الجمهوريه. ترشح لانتخابات الرئاسه في مصر في عام 2012 واسس حزبه مصر القويه. يوم 30 يونيو أنت كنت من الداعين للخروج إلى التظاهر شريطة أن يكون سلميا. أنا أدركت أن في خطورة في استمرار رئيس مرسي، ليس من شخصه ولا تشكيك في وطنيته ولا كذا، لكن في عدم قدرة وضعف. ليه إحنا بنطالب انتخابات رئاسية مبكرة؟ قلنا لنتجنب كارثتين ممكن يحيقا بالوطن في ظل استمرار الرئيس مرسي، أن يقوم عليه انقلاب عسكري. بطلب من المصريين طلب يوم الجمعة الجاية، وهذا ما حدث في 3 يوليو واللي أنا رفضته، أو فوضى تحدث في البلد. لما بتتسأل حضرتك ده انقلاب ولا ثوره، عاده اللي بيسأل مش مستني اختيار تالت. احنا عبرنا عن راينا من اول يوم، احنا مشاركين في 30 يونيو، لكن احنا كنا نشارك في نضال مدني ينتهي بالضغط على الرئيس المنتخب الى ان يدعو لانتخابات رئاسيه مبكره. يا اما الشعب يجدد ثقته فيه فيستمر، يا اما الشعب يحجب ثقته عنه فيرحل. حضرتك بتجيب من خلال اداء ديمقراطي. حضرتك بتجيب وبالتالي انا كنت ضد 3 يوليو 100% وحتى الان هذا انقلاب عسكري انا برفضه. عارف يا عزيزي، شمس الحريه هتشرق مهما طال الليل. هذا صراع سياسي موجود في كل العالم، لا يحسم بالدبابة ولا بالمدفع ولا يحسم بتدخل الجيش. التخطيط معمول ان الجيش يفرد مصر خلال 6 ساعات. انتوا مش عارفين ان ما بحبش القلق في محلي ولا ايه؟ هو ماذا الناس اللي بيقولوا الدكتور عبد المنعم يظهر ليه في قناة غير مصرية سواء الجزيرة او الBBC، مع احترامي وتقديري ليكم، لان القنوات المصرية الخاصة والرسمية غير مسموح، ده انا غير مسموح لي ان اظهر في برنامج طبي في مسبيقه طبي، يعني مش دعوه بالسياسة. وكأن النظام بيقول انتم هو قال، مش كأنه بيقول، قال ما تسمعوش لحد تاني غيري. ازاي كيف تدار الدولة هكذا؟ لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. يلا يا عم انت وهو، يلا يا اخويا، يلا يا عم. مؤسسات الدولة العميقة بتاعت نظام مبارك التي لم تكن ترفض مرسي لكونه إسلامي ولا إخواني، ترفض مرسي لأنه أحد نتاجات ثورة يناير، ودي النظام العميق رافض يناير وكل ما استتبعه، حتى أن أطرافه الإعلامية الآن بتصف 25 يناير أطراف بقايا نظام مبارك بأنه كانت مؤامرة. الثورة كانت إعلان، كانت في تقديري أنا شهادة وفاة لدولة. شهادة وفاة لإيه؟ لدولة. مصر وقعت من براثن الأبلسة. نحن نعيش في حالة سياسية في مصر غير مسبوقة من المصادرة والمنع والاختفاء القسري والزج بالمعارضين في المعتقلات والسجون. هذا شيء لا نحبه ولا يليق بقدر مصر ولا قيمتها. نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه. انت خاين ولا ايه؟ لا يا عم، خاين ايه الرئيس السيسي نجح في انشاء، اذا جاز نسمي ده نجاح، جمهورية الخوف في مصر. فوبيا الخوف من اسقاط الدوله، فوبيا. يبقى المصريين عندهم ايه يا فندم؟ فوبيا. بس واضح انك متعاطف مع الكتاتني، مش شايفه عمل اي حاجه. لا الكتاتني شخصيه محترمه، لا مرتكب جريمه ولو كان مرتكب ما تقدموا له محاكمه هو ولا غيره. لا نتجاوز، احنا مش ممكن حينما اختلف مع فصيل سياسي استحل دمه واصفق لقتله واصفق لاقصائه واصفق. انا لا يمكن نختلف مع فصيل سياسي فنسلط عليه اجهزه الاعلام تشوهه وتجرحه. خلاص يا بمبم، ده كتير غلط يا بمبم. الونش لو جه يا بمبم هيكلبشني يا بمبم. المجزره بتاع الحرس الجمهوري اللي انا استنكرتها استنكارا شديدا، ليس لكون الضحايا بتوعها من طيار الفلاني او العلاني، لا، هو احنا دم المصري سواء كان اسلامي او شيوعي او ملحد او يساري او ليبرالي، دم عسكري شرطه مدني، دم المصري غالي. وبالتالي كان مجزره الحرس الجمهوري كان رد فعل عليها واضح وحاسم، وحملت المستشار عدلي منصور كرئيس للدوله، وحملت وزير الدفاع ووزير الداخليه مسؤوليه هذه المجزره. انت هتفتح لي ايه؟ طياره يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم، دكتور على نفسك. أنا لن أترك مصر، أنا أن أعيش في أبو زعبل المصري خيرا لي من أن أعيش في قصر من قصور لندن. أنا ما بقولش الكلام ده من باب لا الجدعنة ولا الشهامة ولا كذا، أنا لا أستطيع. أنا حينما أخرج بره مصر بتعب. يا دكتور، يا دكتور، يا دكتور.
6 ليست إلا مظاهرة، لا يوجد ثورة في تاريخ مصر إلا ثورة 25 يناير.